بسم الله الرحمن الرحيم. أولا كنقدم التحية لرجالة الإعلام لأن المواكبة لهذا الحدث مهمة جدا، وربما غادي تكون نفس الأمور كتدور عند الإخوان ديال الإعلام، لأن باغيين يعرفوا أكثر الجمهور الرياضي بالحقائق اللي كاينة في المركب الرياضي الشرفي. بالنسبة للمركب الرياضي الشرفي خضع مجموعة ديال الإصلاحات منذ الإعلان على إجراء المباراتين الخاصة بالدورة الثالثة والرابعة من إقصائية كأس إفريقيا للأمم المغرب 2025. وكانت على ثلاثة المستويات. بطبيعة الحال كتبقى الأرضية أهم ما يكون في الحدث، لأن الأرضية عليها غتجرى المقابلة هي أرضية جيدة، دعمت مزيان بجميع التريتمون ديالها ولا الصيانة كاملة. ثاني محور هو الإنارة. بطبيعة الحال الإنارة أصبحت عندنا من يعني مواصفات دولية صراحة، يعني لو ماكسيموم ديال اللوكس 1600 لوكس، وهي إنارة جيدة واللي كتوفر عليها أكبر الملاعب. بالنسبة للبناية تم تأهيلها بطبيعة الحال من ناحية الصباغة، من ناحية ترميم بعض المرافق، إضافة إلى التجهيزات اللي هي أكبر حدث عندنا. هو في الحقيقة هذا الحدث يستحق الوقوف والمشاهدة عبر الشاشة الكبرى، وهي موجودة الحمد لله، تم تثبيتها بطبيعة الحال بالمركب الرياضي الشرفي. إضافة للتجهيزات الأخرى تهم القاعة ديال الندوات، والقاعة ديال يعني لاصال ميديا. يعني حاليا المركب الشرفي هو جاهز 100% من أجل استقبال الفريق الوطني. مناشدة للجمهور على أنه يحضر بكثرة، وهذه مناسبة باش نشكروهم، لأن في الحقيقة حافظوا على هذه التحفة. راه ما كاينش شي حاجة اللي زعما كانت ضاعت. الحمد لله أن الجمهور ديالنا ديال وجدة وديال الجهة الشرقية حافظ على هذه التحفة، ونتمنى على أنه يستمر، لأن هذا راه ملك ديال الجميع، والشكر موصول للجميع إن شاء الله. ونتمنى مقاما طيبا للفريق الوطني المغربي داخل مدينة وجدة.